في عهد نبي الله سليمان عليه السلام كانت الشياطين مسخرة لنبي الله سليمان عليه السلام، وكانت تحاول التخلص من هذه السلطة، وكانت تتعامل بالسحر، وكان نبي الله عليه السلام يلاحقها ويطاردها ويسلب ما عندها من السحر، سحر الشياطين وأعمالها، وكان ما يستطيع أن يتلفه من هذه الأسحار أتلفه، وإن لم يكن له في تلفها فائدة ومصلحة فكان يخبئه في صندوق ويدفن هذا الصندوق تحت كرسيه، إذ لا قدرة لأحد من الخلق أن يصل إلى هذا الصندوق. وكان نبي الله ينشر العدل والخير في الأرض، ويتعبد أحيانا لربه فيمكث الشهر والشهرين في بيت الله وفي بيت المقدس، في ذلك المكان الذي جعله لله عز وجل، فيتعبد، ولا يجرؤ أحد من الجن والشياطين أن يقرب إليه وهو يصلي، بل كان الشيطان الذي يقرب لسليمان يحترق. هذه معجزات أعطاها الله لنبي الله سليمان عليه السلام. في يوم من الأيام كان سليمان عليه السلام يمشي فرأى شجرة غريبة جديدة، فكلمها نبي الله، قال لها: ما أنت؟ شنو أنت؟ شجرة جديدة. قالت: أنا الخرنوبة. قال: وما أنت يعني؟ لما خلقك الله؟ كان يسأل، فإن بعض الأشجار تكون دواء وبعضها طعاما فيعلم الناس. قالت: خلقني الله لخراب بيت المقدس. هذا؟ نعم، خلقني الله لخراب هذا البيت. قال سليمان: ما كان الله ليخرب هذا البيت وأنا حي، في حياتي وعدني الله لن يكون هذا. فرفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، إن كانت وفاتي قد اقتربت وأجلي قد جاء فعمي علي الجن والشياطين حتى يعلم الناس أنهم لا يعلمون الغيب. استجاب الله عز وجل لسليمان، فأوحى إليه أنني سأقبض روحك الآن، والأنبياء يخيرون في وقت وفاتهم. فذهب إلى مسجده الذي لا يدخل عليه أحد فيه وهو يصلي، فأغلق الأبواب، وجاء بعصاته فاستند عليها. والعصا تسمى في اللغة المنسأة، إحدى مفردات العصا المنسأة. اعتمد عليها سليمان عليه السلام، ثم قام وأخذ يصلي لله عز وجل، وظل على هذه الحال ما يقارب سنة كاملة، لا يستطيع أحد أن يدخل عليه، حتى الشياطين التي تنظر بالنوافذ تراه يصلي فتفر وتخاف منه. سلطة سليمان لا زالت قائمة ما يقارب السنة الكاملة، كل الناس يظنون أنه يطعمه الله ويسقيه وهو يصلي ويتعبد ربه، لا يجرؤ أحد أن يدخل عليه. ما الذي حصل خلال هذه السنة؟ دابة الأرض، نسميها دودة الأرض، بدأت تنخر في هذه العصا شيئا فشيئا لسنة كاملة، تنخر في هذه العصا حتى صارت العصا هزيلة من الداخل، فسقط نبي الله سليمان على الأرض، وعلم الناس أن الله قد قبض روحه. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته، بعد سنة وأجساد الأنبياء لا تبلى، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، تأكل عصاته اللي اعتمد عليها نبي الله. وانتشر في الناس أن نبي الله قد مات. فلما خر سقط على الأرض، فلما خر تبينت الجن